السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة وصفات أيمان. كيف أحوالكم؟ كيف بقيتو مع شي برد؟ أموركم هانية؟ أحوالكم طيبة؟ اش كتعاودوا؟ اليوم فيديو خاص، كما بغينا نقولوا فيديو خاص يعني بالشعر. شحال ما حطيت معكم شي وصفه هكا خاصه بالشعر، يعني هاد الوصفه مجربه مني شخصيا يعني، وكنديرها هكا لبناتي. واليوم بغيت نحطها معكم باش تستافدوا حتى نتوما. هاد الوصفه عباره عن كيراتين للشعر، كيخرج الشعر رطب رطب وغزال، يعني ما تحتاجوش تستعملوا من اليوم مواد كيماويه. وعلاش لا ما نعودوش شعرنا على مواد طبيعيه. بالنسبه للمكونات، على بركه الله، عندنا خماره حمراء، عندنا بيضه الا كانت بلديه من الاحسن، عندنا 2 معالق ديال الريحان مطحون. هذا المكون اضافي، اللي ما بغاش يديرو بلاش، غير هو راكم كتعرفوا الفوائد ديالو. عندنا 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، عندنا هنايا دانون طبيعي يعني دانون مسوس. في واحد البول اولا واحد الاناء غادي ناخدوه وغادي نحاولوا نخلطوا المكونات. غادي ناخدو دانون ديالنا، يعني دانون مسوس يعني طبيعي، كما كتعرفوا يعني راه فيه تا بزاف ديال المنافع. وغادي نخلطوه بالمكونات الاخرى يعني اللي شفنا من قبل، بحال اللي غادي نخلطوا المايونيز. وهنا غادي نضيفوا البيضه. انا هنا خديت بيضه عاديه، الا كانت بيضه بلديه من الاحسن باش تكون يعني تكون المنفعه يعني، ولا تكون الفعاليه ديال هذه الوصفه قويه. الا كان البيض بلدي يعني يكون افضل. ما كانش اكتفيو بالبيضه عاديه كما استعملت انا، ماشي مشكل، نقضيو بالموجود. وغادي نخلطو، غادي نضيفو خماره حمراء. هنا الا شفتوا هنا خماره حمراء ما تخافوش منها، راه ما كتاثرش يعني ما كتاثرش، لان معها مكونات اخرين اللي قويين عليها. وكذلك عندها منافع، حتى كتحيد لينا القشره من الشعر، وكتنظف الفروه ديال الراس او الجلده ديال الراس. كنستمروا هكا بالتطريب حتى كتجانس لينا المكونات مزيان مزيان. من بعد كنضيفو هنايا دوك 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. هاد زيت الزيتون راه كترطب الشعر. وكنخلطو عاوتاني مره اخرى باش كتجانس لينا العناصر والمكونات. مهم الطريقه بحال اللي غادي نطلعوا لا مايونيز ديالنا، يعني بنفس الطريقه، غير مايونيز كنستعملوها في الطراب الكهربائي. هنايا اكتفيت بالفورشيط اولا معلقه ولا اللي بغيتو، المهم تتجانس العناصر مع بعضها. من بعد غادي نضيف هنايا داك 2 معالق ديال السدر مطحون. هنايا قلت لكم هذا المكون يعني ماشي ضروري، ولكن اضافي، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ولا ما عندوش يستغنى عليه. انا هنا طحنت السدر وغربلته واستعملته، لان السدر عنده بزاف بزاف ديال المنافع للشعر. وهنا هانتوما كتشوفوا الخليط كيفاش صبح القوام ديالو، يعني وجانست لينا العناصر كلها على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو باش نطبقوه على الشعر. انا هنايا خديت بنتي صغيره فأرة التجارب ايوا مشت ليها شعرها، وغادي نبقى نطبق ليها الوصفه على شعرها. المهم كنبقاو نفرقوا الشعر هكا، وكنبقاو نديرو شويه بشويه، وحنايا كنحاولوا ندخلوا داك المكونات هكا حتى الفروه ديال الراس باش كيستافد منها الشعر. وداك المسام ديال الجلده ديال الراس كنطبقوا شويه بشويه شويه بشويه حتى كنكملوا يعني الشعر كامل، بحال اللي كنستعملوا شي ترطيبه، كما كنستعملوا الترطيبه الكيماويه. يعني كتبغي الخاطر، وكتبغي ندهنوها بشويه ونجبدوا الشعر خصله بخصله، وكنخدموا ونعاودوا نخدموا ونعاودوا. كذلك ومثال بالنسبه لهذه الوصفه باش كيستافد منها الشعر مزيان وكتعطي النتيجه المرضيه. كنستمر على هذا الشكل، المهم بشويه بشويه حتى غادي نسالي لها الشعر كامل ديالها. غير بالنسبه للكميه او للمكونات، راه الا كان الشعر مثلا قوي
قوي ديال بنت كبيره، ولا راه بامكانكم تضاعفوا المكونات. يعني عوض بيضه غديروا جوج، والزيت غتضاعفوا المقدار ديالو، ضانونات تاخذوا جوج، ما تضاعفوا الكميه. انا هنا بنتي حيت ما عندهاش شعر كثيف بزاف، صافي اكتفيت غير بداك المكونات اللي قدمت لكم في الاول، وكنبقى كنجبد ليها في شعرها وكنجر باش كنحاول نرطب داك الشعر وكيتطلق مزيان على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وصدقوني هاد الوصفه راه زوينه بزاف، وكما قلت لكم مجربه ومكوناتها طبيعيه، الا ما نفعوكش راه ما غيضروكش، يعني ما فيهم حتى شي تاثير اللي غادي يكون مثلا كيميائي. ولا الخميره راه مع مكونات اللي غادي فهمتوني، اللي ما غاديش يخليوها تاثر على بشكل يعني بشكل خايب على الشعر. هي اصلا الخميره او بيكربونات دو الصود راه كيصلحوا للقضاء على القشره، يعني كيداروا في الماء كيداروا في الماء، وملي كنجيو ندوشو ونجيو نشلو شعرنا راه كنديروها في الاخر مع الماء كنشلو به شعرنا. بيكربونات الصوديوم او لا هذه الخميره الكيماويه ملي كتكون ديك القشره الكثيره اللي ما كتبغيش تحيد. المهم كنستمر على هذا المنوال نبقى نجبد لها في شعرها هكا ونجر منها، كنرطب كما قلت لكم الشعر، منها كندخل المكونات هكا الفروه ديال الراس ولا الخصلات ديال الشعر ديالها. خصنا الخاطر باش نستعملوا هذه الوصفه هذه، خصنا نعطيو شويه ديال الخاطر باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي غادي تكون زوينه. انا بنتي راني قلت لها شعرك غادي يخرج رطب وزوين وغيطوال ليك وغيقوى داكشي، راه علاش راه عطاتني الخاطر، وفعلا ما كذبتش عليها. حيت من قبل كنت درتها لها واحد المره وعجبها شعرها منين خرج ليها رطب هكا مسبسب مسبسب، عجبتها النتيجه. داكشي علاش زدت هاد المره خلاتني نطبق عليها الوصفه. قلت لها بنتي تصوروا المتتبعات ديالنا باش يستافدوا حتى هما. ايوا عطاتني الخاطر صافي. وفي الاخر كنحاول نجمع لها شعرها بشي فيلين ولا على شكل سفنجه كما كنقولوا، وغادي ندير لها بلاستيكه اولا اللي عندها البوني تستعمل داك البوني ديال البلاستيك، ومن الفوق غندير لها فولار ولا اللي كان عندكم ديروا. غير الاساس ان تكون واحد البلاستيكه باش باش تستافد الفروه ديال الراس والشعر من المكونات. غندير لها انا بلاستيك، انا خديتي بلاستيكه عاديه، المهم اللي عندها البوني ولا تستعمل البوني، كاينه البونيات ديال البلاستيك راكم عارفين. وغادي ندير لها فوق منها يعني فوق من شعرها غندير هاد البلاستيكه هادي ونحاول نشدها ما تزيروهاش وصافي باش ما ديرونجيش صافي. وغادي نخليوها ما بين، انا هنا خليتها لها ما بين 2 سوايع تقريبا حتى 3 سوايع. دابا يعني واخا البرد راه غنصبروا غنستعملوها، ولكن في الصيف راه غنبغيوها تبرد علينا. وهذه هي النتيجه من بعد ما دوشت ليها شعرها ودازت المده اللي قلت لكم تقريبا 3 سوايع دوشت ليها شعرها. شوفوا تبارك الله ما شاء الله الشعر كيفاش خرج. وصدقوني راه دوشت ليها نشف غير واحد شويه، وها نتوما كتشوفوا النتيجه، يعني نتيجه ولا اروع. يعني على ضمانتي وعلى حسابي هاد الوصفه هادي جربوها، راه كتخرج يعني الشعر زوين بزاف ورطب مسبسب كما قلت لكم في الاول مسبسب وزوين ورطب. ها نتوما مشطاه ضيق تدوز هكا في الشعر، وغيعجبكم الحال الا طبقتوا هذه الوصفه مع المداومه. راه غتستافدوا ماشي غير من ترطيب الشعر، راه كيطوال نيت الشعر بداك المكون اللي هو السدر الا استعملتوه راه داك راه عنده فوائد في انبات الشعر وفي التطويل. وبحثوا على هذه المساله هذه وغادي تعرفوا.
وإلا عجبتكم وصفة اليوم ما تنسونيش من اللايك ومن التعليق ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.